لازم تقنع. مو اكثر الموضوع من انتقاد. انت تثق. قبل الحلقه انا قلت لحسن، قلت له ابعث رساله للكابتن بقطر خليه يتصل بي، يعني طبيعي الموضوع احنا مسويه. زين اتفاجئ بعدين يخابروني اهلي قالوا يابا ترى الكابتن راضي داز عمامه واخوانه، يقول حيدر جاي يحكي علي. ايش تحكي انت استاذ ضياء؟ يعني اي مصالحه والله ما كان ابني تحكيها، بس اللي بيك هم ما يخليك. يعني اهلي اتصلوا قبل البرنامج قالوا عمي ذا هاي بطل، اذا يوميه جايين جماعه، يوميه طابين عشيره، ما يصير هيك. كنا استاذ حيدر بس مو هيك استاذ ضياء، الكل احنا ما تجاوزنا. انا دائما اقول حتى اللحظه على شخص الكابتن راضي ما تجاوزت، ولا بيوم اتجاوز عليه نهائيا. انسان محترم، مدرب اكو ملاحظات عليه، نجح فشل مع المنتخب الان فشل، النتائج تحكم، مو انا اللي اقول، هذا الواقع اللي يقول. يعني طبيعيه الموضوع، ما اعرف ليش يعني يتحسسون، مع العلم ترى المدربين قبلهم والله اقول الله يساعدهم، لا قد يتحملوا قبل الكابتن راضي.